عليكم خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير. مبروك العواشر، مرحبا بكم في قناتي عالم رشيده. غنشارك معكم ان شاء الله واحد المسمن والملوي كيجي في الفران رائع وزوين. بغيت نديرو وقلت نشاركو معاكم. بقاو معايا ان شاء الله ندوزو للطريقه ديالو. المقادير، بالنسبه للمقادير عندي هنايا 2 زليف ديال الدقيق فورس، وعندي زلافه ديال الفينو، وعندي معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، وواحد شاشيه ديال الخميره ديال الحلوى، ومعلقه صغيره ديال العسل. هاد العسل دفا انا كنبغي نديروه هو اللي تعطي واحد اللون المسمن، تيعجبني وتنديرو. ما بغيتوش ديروا العسل فضيفوا معلقه صغيره ديال السكر اللي تعطي اللون وصافي كاضافه. المهم غنجمع العجين ديالي هنا بالماء السخون. هاد المسمن كيجي زوين لا في الشكل ولا في المذاق ديالو، وفي اقرب وقت تنوجدوه. نتمنىكم ان شاء الله تتوما ديروه. كيف تشوفوا راه العجينه ديالي راه جمعتها، غنخليها ترتاح واحد 10 دقائق هكاك ولا اقل. غنغطيها بالبلاستيك ونخليها ترتاح بين ما وجدت الزبده، لان غندير الزبده وصافي. ديك الساعه غندوز باش نخدمها. صافي هنا راه كيف قلت لكم راه ارتاحت العجينه ديالي، غندوز باش نخدمها. غنجيب واحد شويه ديال الزيت ندهن به يدي. صافي غادي ندير حريبلات هنا ديال غنديرهم متساويين. واخا غنطول في الفيديو فتنبغي الطريقه نشاركها معكم كامله باش يكون ساهل اللي بغى يديرو. ونتمنىكم ان شاء الله نكون على حسن الظن ديالكم. تشوفوا هادشي اللي عطا الله خوتي، نتمنىكم تجربوه. كيف تشوفوا دابا هنايا راه ذوبت الزبده شويه الزيت والسميده الرقيقه اللي غنحتاج، لان راه خصني ندير فيه السميده وشويه تاع الزيت، لان هو خصنا نديرو بالزبده، ولكن الزيت كيساعدني على الزبده مع البرد كتجمد لينا هذيك الزبده وما كتساعدكش في العجينه، كتولي تلصق العجينه وكتولي كتمحنك. فلهذا غنديرو شويه ديال الزيت. ايوا نتمنى نكون خفيفه ظريفه على القلوب ديالكم. صافي كيف تشوفوا هنا العجينه راه بسهوله لما كترتاح كتولي عاطيه الطوع ديالها. نورقوا العجينه ديالنا مزيان، قد ما ورقناها قد ما كيجي المسمن ديالنا خفيف. هاد المسمن انا عزيز عليا كنديرو، والله العظيم راه عزيز عليا. عزيز عليا بزاف، كنديرو اغلبيه كنديرو لانه ساهل وزوين، يعني الطريقه ديالو مزيانه. صافي كنت تشوف انا درت هنا شويه الزبده وشويه الزيت ورش بشويه تاع السميده. فكنبدا نروري في الملوي. قد ما جبدتوا العجينه ورقتوها مزيان ما تخافوش منها ما تقطع ما والو. قد ما كيجي المسمن ديالنا مرق وريقه على اختها، ساهل ماهل. صافي طبعا غنخليها ترتاح. غنعاود معكم وحده اخرى نفس الطريقه. صافي نجبدوا العجينه ديالنا ايوا نورقوها، وهانتوما كتشوفوها هانتوما اخوتي ساهل. ناض اخوتي ديري المليوي مسمن راه زوين. ها الملوي ديالنا بعد ما لويتو اخوتي غنخلي واحد شويه يرتاح باش نبسطو تاني، وغنديرو في الطاوه لان خصو يخليه يخمر تاني، خصو يخمر واحد شويه طلع فيه الخميره باش ما يجيناش فطير. هنا الصينيه راه فرشتها بالوراق، غنبسط المسمن ديالو غنحطو في الطاوه. صافي غنخليه هنا يرتاح حتى يخمر واحد 4 ساعات هكاك على حسب الخميره. الا كان الجو شويه بارد
ما كان سخون كديروا شويه الخميره باش ما تعطلوش، لا كنتو مجروبين. فانا ما ضفتش الخميره بزاف. المهم راه غادي نخلي واحد ربع ساعه. صافي هنا راه خمار كيف تشوفوا. شعلت الفران غنديرو طيب. خوتي المسمن ديالنا ها هو طاب في اقرب وقت. السمن ديالنا كيف تشوفوا كيجي زوين، اللون ديالو حمر، داك العسل اللي كيعطيه كيف قلت لكم يعطي واحد اللون زوين، كيجي ممرق كيف تشوفوا من الداخل ديالو. نتمنىكم تجربوه. الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بارطاجيو مع الحباب والخوت، تعمل الفائده. ما تنسونيش في الانستغرام والفيسبوك. وكنشكركم بزاف بزاف، وراكم عزاز وغالين. كنشكركم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله.